من وانا صغير وانا حلمي ان انا اجرب متعه السفر بره مصر، ما عنديش اي نيه للهجره ولا ان انا اسيب بلدي واستقر في بلد تانية. عشان انا عايز اشوف كذا بلد، مش مجرد اروح لبلد واحده واستقر فيها لمجرد ان هي احسن. المهم بسبب مشاغل الحياه وقله الفلوس والاولويات اللي كان لازم اعملها قبل ما اخد خطوه السفر زي الجواز او ان انا استقر ماديا الاول، اجلت الفكره شويه. والحمد لله ما ظبطت اموري وجه وقت السفر رحت عشان شركه سياحه واحجز اول سفريه ليا سياحه، واتصدمت فعلا من الاسعار اللي بيقدموها، رغم اني كنت متابع اسعار الاوتيلات والطيران قبل كده على النت وكنت عارف ان الاسعار اقل من كده بكتير. عشان كده استغربت. اسعار الرحلات مع شركات السياحه بتوصل للضعف يمكن اكتر كمان بدون مبالغه. انا كنت عايز اسافر مع شركه سياحه على اساس ان هم هيظبطوا كل الدنيا وهيبقى في تور جايد يبقى معانا هناك يورينا كل حاجه، بدل ما نتسوح ما نعرفش احنا بنعمل ايه، خصوصا ان احنا في بلد جديده. بس بعد ما فكرت فيها لقيت ان انا كبديل ممكن اعمل سيرش على الاماكن المشهوره في البلد اللي انا هروحها دي، ومجرد ان انا هطلب اوبر بنفسي واروح للمكان ده لوحدي. وفي الفيديو ده انا هشرح لك انت هتحتاج ايه بالظبط عشان تقدر تسافر لوحدك، عشان توفر على الاقل نص ثمن السفريه ان ما كانش اكتر من ان انت كنت سافرت مع شركه سياحه. مبدئيا كده هم ثلاث حاجات اساسيين انت هتحتاجهم. اول حاجه عندك الباسبور. الباسبور ده انت بتروح اي مصلحه جوازات لو ما عندكش وبتطلع الباسبور ده، بيجي لك خلال اسبوع، او لو عملته مستعجل بيجي لك في نفس اليوم او اليوم اللي بعده بالكتير. وبعد كده بتقرر البلد اللي انت عايز تسافر لها، وانا انصحك في الاول تسافر بلد تاشيرتها سهله زي ما انا عملت وانا سافرت لبنان. لبنان مش محتاجه منك حرفيا اي حاجه تعملها عشان تسافر غير ان انت يكون معاك حجز الفندق والطيران، وبتاخد التاشيره هناك عند الوصول بعد ما توصل لبنان ان شاء الله. لو مالكش جيش المفروض عندك في الباسبور يبقى مكتوب كلمه غير مطلوب. بعد ما تخلص نقطه الباسبور دي هتخش على النقطه الثانيه وهي حجز الطيران. احسن ابلكيشن تحجز عليه طيران في العالم كله هو ابلكيشن اسمه سكاي سكانر. الابلكيشن ده ببساطه بتفتحه وبتقول انت عايز تتحرك من فين لحد فين ومن يوم كام لكام، وهو بيجيب لك ارخص رحله طيران موجوده قدامك، وبيعمل لك مقارنه بين اسعار كل شركات الطيران اللي موجوده في الميعاد ده. وكمثال انت لو لقيت مصر الطيران هي اللي بتقدم افضل سعر، انت ممكن تروح لمصر الطيران دايركت وتحجز من عليها على طول. عشان في مشكله بسيطه ممكن تواجهك، ان انت لو حجزت مع طيران تاني للاسف هتضطر تدفع بالدولار، فهتحتاج يا اما فيزا مشتريات يا اما فيزا بالدولار، ممكن الفيزا بتاعتك او فيزا بتاعت اي حد. بعد ما تتاكد وتدفع تذاكر الطيران هتلاقي ان التذاكر بتجيلك على الايميل بتاعك. وكده انت محتاج تروح للخطوه الثالثه والاخيره، وهي ان انت تحجز الاوتيل اللي هتقعد فيه هناك ان شاء الله. برضو احسن ابلكيشن تحجز عليه اوتيلات هو ابلكيشن معروف قوي اسمه بوكينج دوت كوم. الابلكيشن ده برضو بنفس الطريقه، بتحط انت هتروح يوم ايه وهتمشي يوم ايه، وهو هيجيب لك رينج الاسعار وانت تقعد تنقي ما بينهم ارخص واحده. وفي ميزه حلوه قوي ان انت بتشوف الكومنتات والتقييمات بتاعت الناس اللي سكنوا قبلك وتعرف انت رايح مكان موثوق ولا لا. مشكله ابلكيشن بوكينج بس اللي انت لازم تدفع بالدولار، ما فيش اوبشن ان انت تدفع بالمصري ده. يعني في حجز الطيران انت لو هتحجز مع مصر للطيران انت عندك اوبشن انك تدفع بالمصري، لكن للاسف في بوكينج لازم تدفع بالدولار. برضه في لحظتها بعد ما تدفع ثمن الاوتيل هيجي لك الكونفirmation في ساعتها، وبرضه هيكون كل حاجه كده جاهزه معاك. انت كده ما فاضلكش حرفيا غير ان انت تاخد شنطتك وتحضرها وتروح على المطار في الميعاد. ويفضل ان انت تروح المطار قبلها بساعتين ثلاثه على الاقل، عشان بيبقى فيه تفتيش وشنط ووزن وكل الكلام ده بياخد وقت. بعد ما توصل هناك بالسلامه ان شاء الله، كل عليك ان انت تتاكد ايه الابلكيشنز اللي بتشتغل هناك في التوصيل زي اوبر دي ان درايف. كل الابلكيشنز دي شغاله في كل حته في العالم. وبعد ما تفتح الابلكيشن بتكتب مكان الاوتيل اللي انت حجزته، وهو ببساطه هيجيب لك السعر كام ويوصلك لحد هناك. لو معاك فيزا الاوبشن فيزا بيشتغل، ولو معاك كاش برضه بينفع عادي. بس كده انت لو عملت الخطوات السهله دي كلها انت بجد حرفيا هتوفر اكتر من نص ثمن السفريه. يعني السفريه ممكن تبقى واقفه عليك ب 100000 جنيه هتقف عليك ب 50000 جنيه بس. انت متخيل كميه الفلوس اللي انت وفرتها في الحركه البسيطه دي بس؟ وبس كده، ده كان نهايه فيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو عندكم اي اسئله مهما كانت ايه اكتبها لي في الكومنتات.